عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معانا نص كوباية من المية الدافية، حطيت معلقة خميرة ومعلقة سكر واحطهم على جنب، وادي معانا كده كيلو من الدقيق وذرة من الملح. هقلبهم كويس، واول ما الخميرة تشتغل هنزل بيها على طول على الدقيق، وبعد كده هنزل بكوباية لبن برضو دافي، وبعد كده هنزل بكوباية مية تانية برضو دافية، والكوباية التالتة هنزل عليها تدريجيا كده زي ما انتوا هتشوفوا. انتوا ما عندكيش لبن ممكن تستخدموا مية بس، او ممكن اللبن البودر ممكن تحطي معلقتين. وطلعي بقى كل الطاقة بقى اللي في جواكي كده، واعجني كويس جدا لمده 10 دقائق، وبعد كده حطيها في اي مكان دافي كده لمده نص ساعه. ونبدا بقى نطلعها، نقرصها كده كور صغيره على دقيق، زي ما انت عايزه، كور بقى كبيره كور صغيره براحتك. هغطيها بقى وهنبدا نفرد كده. بصوا عشان نستريحها كويس العجينه، بصوا زي الملبن معانا. هفردها بقى كويس كده، وهنزل بقى باللحمه المفرومه. احنا طبعا طريقتها عملناها قبل كده معاكم لما عملناها في الفرن من بره. بعد كده هنحط الرغيف تاني فوق بعضه كده، وهقفل من الجناب زي ما انتم شايفين. وهوريكم طريقة تانية برضو. هنفرد كده رغيف ونحط فيه كورة كده من اللحمة، وهنقفل عليه كده من تحت زي ما انتم شايفين زي السرة كده. وبعد كده هقلبها واعملها كده بصوابعي كده وافردها. معانا برضو هنا برضو صدوق، وهنحط عليها برضو طماطم وفلفل وميكس كده من الجبنة التركي والجبنة الموتزاريلا، وهقفل عليها زي ما انتم شايفين. وقبل ما ادخلها الفرن يعني بشوكه كده هفضل اعمل لها فتحات من فوق، وهدهنها كده بفرشه بميه، وادخلها الفرن. بعد كده اول ما يطلع هحطه كده في ورق فويل عشان يفضل سخن ودافي. بصوا الجمال، تحفه. يا رب الوصفه تعجبكم.